ده الجوجل بيكسل 8. المفترض انه موبايل فلاج شيب، بس للاسف في البدايه كده لو انت بتفكر تشتري البيكسل 8 في حاجه مهمه جدا لازم تعرفها، وهي ان الموبايل ده جاي بمعالج عادي واقل من العادي كمان، وبطاريه الموبايل ده فيها كارثه. خلونا نبدأ كده كلام بأول حاجة وهي التصميم. البيكسل 8 تصميمه بصراحة يعني مختلف، وتصميم الموبايل ده واحد من أجمل التصاميم الموجودة في السوق دلوقتي، وشكل فريم الكاميرات مختلف وبارز عن الظهر. بصراحة يعني مفيش كلام كتير أقوله غير إن تصميم الموبايل ده حلو. تصميم بات الأمامي هنا حلو برضو، الموبايل جاي بهول بانش مع حواف مش صغيرة بصراحة، حرفيا في موبايلات سعرها أرخص من الموبايل ده والحواف بتاعتها أصغر بكتير. البيكسل 8 شاشته أوليد 120 هرتز وبتدعم ال HDR10. شاشة بصراحة يعني تحفة وألوانها حلوة جدا، وكمان شاشة الموبايل ده بيوصل سطوعها ل 1400 نتس، ودي برضو حاجة كويسة بالرغم ان احنا شفنا 2000 نتس في شاشة الايفون 11. معالج البيكسل 8 وهو التنسور جي 3. المعالج ده اقل بكتير من الاس 17 بايونيك اللي موجود في الايفونات الجديده، وبرضه اقل من المعالج اللي موجود في السامسونج اس 23. بس في حاجه هنا معوضه حته المعالج وهو سوفت وير جوجل. بصراحه يعني مفيش جمال بالشكل ده. الموبايل هنا سلس سلاسه مش طبيعيه، مع الشاشه ال 120 هرتز فانت هتاخد تجربه اداء جامده. في برضه كده شوية حاجات ضافوها للسوفت وير لتعديل الصور، زي مثلا انك ممكن تشيل واحد من الصورة، ممكن تغير مكان واحد، حاجات كده بصراحة انا شايفها ملهاش لازمة. برضه من الحاجات اللي مش عجباني في الموبايل ده وهي بصمة الموبايل موجودة تحت الشاشة بس مش اسرع حاجة. البيكسل 8 جايب كاميرتين في الظهر، وبعيدا عن لغة الارقام الموبايل ده بيطلع صور تحفة، الصور فيها تفاصيل كتير جدا، وشركة جوجل بصراحة يعني وصلت لمرحلة من معالجة الصور تقريبا زي شركة ابل. بطارية الموبايل ده 4575 ملي امبير، انا معرفش ليه يعني الرقم ده بتخلاه 5000 وخلاص، مع شاحن 27 واط ومش موجود في العلبة. يعني انت اول ما تشتري الموبايل ده هتلاقي في العلبة بتاعته الموبايل ووصلة الشاحن بس، ودي حاجة بصراحة انا شايفها كارثة، لان الموبايل ده سعره تقريبا $800 وجاي بشاحن سريع مش سريع وكمان مش موجود في العلبة.